يسعد لي كل أوقاتكم، كيفكم صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. وأنتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم. قبل ما نبلش بالفيديو خلونا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا صبايا اليوم راح أشارك معكم هيك طريقتي بتحضير الفلافل، وكمان راح نحكي قصة كتير حلوة بعنوان العروسة التي زفت إلى قبرها. يروى والله أعلم أن الحادثة بدأت في إحدى القرى الهادئة الواقعة بين جبال موحشة، قرية لا يكاد يمر بها عابر، ولا يسمع فيها إلا صدى الرياح إذا هبت في المواسم الباردة. في تلك القرية عاشت فتاة تدعى ليان، جميلة الخلق رقيقة الطبع، وكانت في يوم زفافها المنتظر، اليوم الذي كانت تحلم به منذ أعوام. كانت القرية في تلك الليلة بيوتها مضيئة أنوارها على غير عاداتها، فالمنازل متلاصقة والناس يتبادلون التهنئة، والنساء يجهزن ليان لتخرج إلى موكبها. لكن خلف هذا الفرح كانت هناك همسات غريبة، نبرات خوف مكتوم. قبل الزفاف بيوم واحد رأت ليان حلما أربك روحها. رأت نفسها تمشي في طريق طويل ليس فيه بشر ولا ضوء ولا صوت، فقط أرض سوداء ورائحة عفن. كانت ترتدي فستان زفافها الأبيض، لكن أطرافه كانت تجر خلفها خيوطا سوداء كأنها قادمة من ظلام بعيد. وعندما وصلت آخر الطريق وجدت قبرا مفتوح وفوقه شمعة تذوب بلا لهب. استيقظت وهي ترتجف، لكنها أخفت الأمر عن الجميع. عندما حان وقت خروج العروس اجتمع الناس في ساحة واسعة، والطبول تقرأ والزغاريد ترتفع. خرجت ليام بخطوات ثابتة، لكنها كانت تشعر بأن شيئا غير طبيعي كان يلاحقها، كأن الهواء أصبح أثقل من المعتاد. وفي منتصف الطريق هبت رياح باردة لا تشبه رياح القرى المعتادة. توقفت الزغاريد فجأة وانطفأت بعض المشاعل بالرغم من أنها كانت محكمة الإشعال. نظر الناس حولهم بقلق، فهذه الرياح ليست من مواسمهم ولا من طبيعة لياليهم. وكان على الموكب أن يمر بطريق ترابي ضيق بين مقبرة قديمة وجدار طيني مهجور. أهل القرية يعرفون هذا الطريق، لا يسلك ليلا، لكنه الطريق الوحيد المؤدي إلى بيت العروس. وحين وصلوا إليه بدأت الخيول ترتجف، والأطفال يبكون بلا سبب، والنساء يتهامسن: لا نمر من هنا، هذا الطريق ملعون منذ سنوات طويلة. لكن كبير القرية قال بصوت حاسم: نمشي، الليلة فرحة العروس، ولن نسمح للخرافات أن تعطلها. كانت ليان تسمع كلامهم، لكن قلبها يدق، وكأن الحلم الذي رأته عاد يطاردها. بينما كان الموكب يسير بجانب المقبرة انزلقت قدم العروس، لكنها لم تقع، بل شعرت بيد باردة تمسك طرف فستانها من الخلف. التفت بسرعة، ولكنها لم تجد أحد. ظنت أنها تتوهم فأكملت سيرها. فجأة انطفأت المشاعل دفعة واحدة. صرخ أحد الرجال: أعيدوا إشعال النار، لكن مهما حاولوا لم يشتعل شيء، وكأن الهواء يخنق كل شرارة. وفي وسط الظلام اختفت ليان. لم يسمع أحد صراخها، لم يشعر أحد بخطواتها، وكأن الأرض ابتلعتها. عمت الفوضى بين النساء والرجال وهم يبحثون عنها بين القبور. كان الجميع ينادي: ليان، لكن لا يوجد جواب، فقط صوت الرياح يضرب شواهد القبور بقسوة. وبعد دقائق مرعبة لاحظ أحد الرجال أن هنالك قبر جديد لم يكن موجودا قبل يومين. ترابه حديث
ورائحته غريبة وكأنها مزيج بين تراب ورطوبة قديمة. اقترب منه ببطء، وفي وسط التراب رأى شريطا أبيض من فستان العروس. صرخت أمها صرخة شقت سكون الليل. قرر الرجال أن يحفروا القبر فورا، وبينما كانوا يحفرون التراب وجدوا صندوقا خشبيا قديم مغلقا بسلاسل صدئة. فتحوه بصعوبة، وما أن فتحوا الصندوق حتى خرجت منه رائحة كريهة كأنها حبست سنينا من العفن. وكان داخل الصندوق فستان زفاف ممزق، نفس الفستان الذي كانت ترتديه ليان. وأسفل الفستان كان هناك مذكرات قديمة مكتوب فيها: كل عروس تمر بهذا الطريق تزف إلى قبرها. المكان لا يقبل الأفراح منذ أن دفنت أول عروس ظلما هنا. وبين الصفحات وجدوا صورا قديمة لفتاة تشبه ليان بشكل عجيب وكأنها هي تماما. وفي تلك اللحظات سمع الجميع صرخات تأتي من آخر المقبرة. ركضوا نحو الصوت. كانت ليان واقفة هناك شاحبة الوجه، فستانها ممزق ويديها مغطاة بالتراب، عيناها مفتوحتان على اتساعهما لكنها لا تتنفس. صرخت أمها لكن ليان لم ترد. حملوها إلى الطبيب لكنه قال هي حية لكنها ليست هنا. عقلها اختفى. ومنذ تلك الليلة أصبحت ليان تشاهد القبور وتضحك. تجلس عند القبر الجديد كل مساء وتهمس: لن أكون أول عروس ولن أكون الأخيرة. ويقال أن الطريق أغلق منذ ذلك الحين، لكن الناس ما زالوا يسمعون خطوات عروس كل ليلة تمر وحدها تتجه إلى قبرها. ولهون يا صبايا بنكون وصلنا لنهاية القصة. بتمنى أنه هاي القصص اللي عم أحكيها عم تنال إعجابكم. ما تنسوني من اللايك وتعليق حلو مثلكم، وبشكركم هيك لتشجيعكم إلي. ويا صبايا هيك بدي منكم مشاهدة الفيديو كامل مشان هيك نجمع الساعات. وأي صبية منكم حابة هيك تكبر قناتها وتحقق شروط اليوتيوب، 100 أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. أنت في المكان الصحيح. مع مجموعة الصدق والتعاون ما في شي مستحيل. دعم حقيقي ومجاني، دعم من فرنسا. 100 أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، بتنوري المجموعة. ولهون يا صبايا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بترككم برعاية الله وحفظه، في أمان الله، مع السلامة.